منير الشواعر، الجناح اللي رجع باش يكتب الاسم ديالو في الكرة المغربية. في المقابلة الأخيرة كلشي كيسول على هاد اللاعب اللي بصم على مستوى جيد بعد ما دخل كبديل للاعب أمين زحزوح، لاعب كيمتاز بالسرعة والمهارة واللمسة. منير تزاد في فرنسا وبدا المسيرة ديالو في مركز التكوين ديال لانس، واحد من أقوى المدارس في فرنسا. ومن بعد شد طريق النادي ديجون فين بانت فعلا الموهبة ديالو بالمراوغات والسرعة والجرأة، وهذا الأداء خلى بزاف ديال الفرق تحط عليه العين. المسيرة ديالو خرجته لتركيا، لعب مع قاسم باشا وباشاك شهير، ومن بعد مشى لبلغاريا باش يحمل قميص لودوغوريتس. تجارب زوينة زادت تعطاتو الخبرة والنضج. لكن المفاجأة الكبرى جات في 2025. منير الشواعري وقع لنهضة بركان. اللاعب وقع لنهضة بركان باش يعطي الإضافة كبيرة للهجوم ديال الفريق البرتقالي، وفعلا الأداء ديالو بدا كيبان من أول الماتشات، والتألق ديالو فتح ليه الباب للمنتخب. استدعاه المدرب طارق سكيتيوي للمنتخب الرديف باش يشارك في كأس العرب 2025 في قطر. ما تنسوش تقولوا لنا كيف جاكم الأداء ديال منير الشواعر